بعنوان التعويض دخل الجريحان المنتخب السعودي ونظيره اليمني ثاني لقاءاتهما في البطولة الخليجية، حيث يسعى الأخضر السعودي لتحقيق فوزه الأول بالبطولة. في المقابل يدخل المنتخب اليمني من أجل كسب أولى نقاطه في البطولة. بدأ المنتخب السعودي المباراة مهاجما بحثا عن تسجيل هدف مبكر، ولكنه اصطدم بدفاع يمني عنيد. أولى الفرص كانت من نصيب السعودي سامي المولد، والذي لم يستطع أن يودع الكرة برأسه داخل الشباك اليمنية. رد عليه المهاجم اليمني خالد بلعيد بتصويبه لكرة خطيرة من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس وليد عبد الله إلى الركنية. وكاد المنتخب اليمني أن يسجل أولى الأهداف عن طريق اللاعب أكرم، ولكن الكرة تعاطفت مع الجماهير السعودية لتنقذ مرمى وليد عبد الله من الهدف. ليعود المنتخب السعودي إلى الهجوم محاولا اختراق المنطقة اليمنية، وكاد أن يسجل الهدف الأول لولا وقوف الدفاع في وجه المهاجم ياسر القحطاني. عاد القحطاني ليسعد أنصاره بعد أن نجح في متابعة كرة زميله ناصر الشمراني داخل الشباك اليمنية. ورغم استمرار المحاولات انتهى الشوط الأول بتقدم الأخضر السعودي بهدف دون مقابل. الشوط الثاني كان عنوانه استمرار الضغط السعودي والتكتل الدفاعي اليمني، وكاد تيسير الجاسم أن يضيف الهدف الثاني لولا تألق الحارس السوداي في إبطال مفعول الكرة. وبعد 6 دقائق استطاع فهد المولد من إضافة الهدف الثاني بعد متابعته لكرة يحيى الشهري القوية، معلنا عن ثاني أهداف الأخضر في المباراة. وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع كاد أن يضيف سامي المولد الهدف الثالث، ولكنه أطاح بالكرة على يسار المرمى لتنتهي المباراة خضراء بهدفين دون مقابل. وجينا اليوم نشجع يا اخضر يلا شوف زحمة على فنك وصل اعصار يهز الملعب حاضرين وكلنا سعود